في ظل الكلام على ضعف مصر أو تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة واتهامات كتيرة من النوع ده، الرئيس السيسي كان يوم الجمعة اللي فاتت في الكلية الحربية، وفجأة يظهر ماكيت قدام الطلبة والجنود وهم بيتدربوا على إصابة الدبابة الإسرائيلية وبيدرسوا نقاط القوة والضعف في الدبابة وطريقة التعامل مع نظام الحماية النشط اللي هو التروفي. فده طبعا يوضح ان الجيش المصري كل خططه وتدريباته اصلا موجهة ناحية اسرائيل، وعمر مصر ما كانت بتعتبر اسرائيل في يوم من الايام ان هي حليفة او صديقة او حتى في مصالح مشتركة في اتفاقية سلام، لكن اللي في القلب في القلب، هتفضل إسرائيل هي العدو الأول والأخير، مش بس لمصر، لكل الدول العربية.